إدارتك. سيدي وزير البيئة، موضوع الساعة هو البيئة. في فرنسا تو في باريس ثم اجتماعات كبيرة قاعدة على الانبعاثات اللي قاعدة تضر بالبيئة بصفة عامة، هما قاعدين يبرمجوا باش ينحيوا 40-50% واحنا قاعدين نرجعوا في الانبعاثات. احنا في بلاد ديمقراطية ناشئة وتطبيق القانون لازم، وعندنا قانون وأمر وقرار عنده مدة ما يخص غلق مصنع السياق. تأخر كما قال زميلي سنوات، ماذا بينا تقولوا لنا وقتاش؟ صناعة ملوثة للماء والهواء والأرض ومضرة برشا. احنا صفاقس راهو منطقة شبه صحراوية، والصفاقسية ما ثماش دار ما فيهاش ماجل. ضيعنا المية نتاعنا بالانبعاثات هذه اللي تجي فوق السطوحات نتاع الديار، ولا تقريبا مستحيل باش تشرب من الماجل. ولهذا نخلصوا في التاكس للبيئة، وانا صناعي ونخلص نعرف قداش القيمة اللي نخلصوا فيها كبار، ونزيدوا نشريوا الماء. فهمتني؟ وبعد نتعداو صفاقس. راهي صفاقس هي الياسمين والفل، ولينا ريحة الياسمين والفل نشموها مع الكلور ومع الإزاسيد ومع الأنواع الكل نتاع الروائح. وصفاقس بلاد الحوت، وتعرفوا الصفاقسية كيفاش ياكلوا الحوت. اليوم الحوت نتاعنا من زوز أخطاء، من الصناعة الملوثة ومن اللوناس يلي تصب في الماء على الحالة الطبيعية نتاعو. علميا أثبت أن الحوت في صفاقس حتى الحدود قرقنا ولا معناها مخطر على الصحة. إذن وبعد المية ايش نستعملوه فيها؟ الماء هذيك نستعملوها في السواني نتاعنا. السواني تعمل في السلق وفي الخضروات بكل بالتحاليل تبين أن فيها نسبة من الميتولور كبيرة ومضرة. الور هنا صار صفاقس خسرنا الهواء وخسرنا الماء وخسرنا الخضرة، والخضرة اللي ياكلها الحيوانات تاكلها الحيوانات نلقاو زاد كيف كيف في اللحم الأحمر نتاع البقرة ونتاع وفي الحليب والعلوش زاد كيف كيف راهم ملوثين. جيناكم للوزارة وقعدنا معكم، واحنا كنواب اليوم نشوفوا في النواب الكل كتكلم عن الموضوع هذا، لأن حسينا كأنها وقعت تلاعب بنا، لأن أصبحنا نجاريو في الوزارة وفي الحكومة ونقولوا للناس راهي باش تسكر باش تسكر، واليوم نلقاو كل شيء نرجع كما كان. فهمتني؟ وهذا يخطر علينا. فهمتني؟ وضر بالصحة نتاعنا ياسر. فهمتني؟ وخلانا البلاد الناس هاربة منها. فهمتني؟ هربنا للشفار باش نلقاو قاعة وين نعوموا، نلقاو الإدارة الجهوية أو ممثلكم وسيادتك في المكتب نتاعك، وتحدثنا في اجتماع وقلنا أن السيد هذا اليوم يبيع، مش يبيع ولكن يعطي في تراخيص الناس يلي وصلت تبني على الشط وحجبت التحر على ناس ثانيين بدون حق بدون موجب حق. وعدنا وقلت لنا سيادتك قلت لنا هالموضوع مش نشوفوه ومش نجيوه ومش نزوروه، واليوم ننتظروا في الزياره نتاعك. فهمتي؟ عندنا ساقية الداير تحدثنا عليها ساقية الداير ان اليوم النشع ولا 70 سنتيم. معناها الناس هذوما كان باش يزيدوا يخليوه بشويه، تعرف شو يصير؟ باش يدخل الدار ويلزموا سكافندري. فهمتي؟ يلزموا معون نتاع غواص باش ينجم يدخل الدار وباش تلقاو تحت الارض بعد. فهمتني؟ معتمديات كيما بير علي ومنزل شاكر التو لليوم في 2015 ما عندهمش ربط، واحنا هنا شويه الماء اللوطه الكل باش احنا باش توقع المضره نتاعو. فهمتني؟ الصخيره نفس الشيء، حاله صفاقس راهي الصخيره ماشيت لها بسرعه. فهمتني؟ وكيف كيف هونية على الأقل نشوفوا حلول في اللي فلتر الهواء. سيد الوزير احنا راني نقول لك الكلمة هذه ركمت تلاش بينا راهو عذراين ماشي وفانا باش يخرجنا بالدنيا هذه، باش ينحينا كومبليتمون.
فهمتني. سيد الوزير، المعلومات اللي عندي واللي نعرفها انه دخل وزاره البيئه كبير وكبير جدا من صفاقس، القيمه مهوله، وانا صناعي ونعرف الشيء هذا. يا سيدي بفليساتنا يا خويا يعيشك، فهمتني، اتلهوا بينا، فهمتني، وعلى الاقل عملوا لنا الالات اللازمه باش الماء اللي جالس يتلوح في البحر يتلوح كيما تفهمنا في المكتب نتاع سيادتك باش تنضاف الماء. وكيف كيف بالنسبه للسياط يلزم نبداو نعملوا في بحوث ونراو كيفاش نحدوا من هالآفة يلي مش تضرنا مضره كبيره. وشكرا.